سؤال. ديب بيقيم ديب، عارف انت اللي هو وليد الشيشه مالك؟ ديب بيقيم ديب. صالح جمعه بيقيم اللي عمله امام عاشور. ايه تقييمك ليه؟ انا كنت موجود مع امام امبارح واتكلمنا في الموضوع. والله؟ فين؟ كهرباء شفت قلت له يا كابتن استنى كنت المفروض انا اما شفت اسمك في الحلقه قلت ايه، انا عايز امسك لساني واقعد يعني انا ما كنتش اتمنى ابقى موجود في لا خد التكمله بقى. ايوه يا صلاح اتفضل. كانت اسم امام عاشور وكهرباء. ايوه كنا بنتعشى عادي فتوح. لا فبصراحه يعني عشوه طيبه، عشوه طيبه. ما خليك معانا بقى. لكن بمنتهى الامانه احنا مستخسرين ان ممكن امام يخش في مرحله تبقى صعبه الفتره اللي جايه، خصوصا المنتخب عنده كاس عالم. برافو عليك. يعني حاجه هو من اللعيبه المهمه واحنا بنتكلم معاه، وقرارات ممكن يكون بياخدها احنا خدناها قبل كده بشكل عكسي اثرت علينا بشكل كبير جدا. برافو عليك. بالنسبه لنا احنا عايزينه يبقى موجود، مهم للنادي الاهلي والمنتخب. انت عانيت من بعض الطموحات. انت عانيت من نفس القرارات شبه كده. يعني انت عانيت عشان كده. انت لما تيجي تنقل له التجربه هو هيبقى مستوعب، لان انتوا الاثنين يعني انت موهوب قوي وهو موهوب، انتوا الاثنين على نفس الحته بتاعت الموهبه. بس هو ممكن يا كابتن، عايز اقول لحضرتك على حاجه، ان هو عنده بعض الطموحات الشخصيه اللي بيتكلم فيها مش قدام الاعلام، ممكن ناس كتير تبقى عارفاها في النادي، ولكن هو راجل بيطمح في حاجه معينه في النادي عايزها تحصل معاه. هو شايف ان زياده ماديه، ان هو مظلوم، شايف ان هو انا افضل لعيب في مصر، انا بعيد كل البعد عن الناس اللي حواليا ماديا واسباب كتيره ثانيه يعني. حتى بره الجانب المادي هو شايف ان هو بيفضل ان المعامله تبقى معاه احسن من كده شويه. ولكن الراجل هو محتاج ان هو الناس تجيبه وتقعد معاه، وهو شايف ان هو في مكانه بعيد عن زمايله، ان هو بيقدم مردود كويس جدا من اهم اللعيبه اللي موجوده. فده اعتقد حق مشروع، وفي نفس الوقت هو الراجل عنده عروض بمبالغ كويسه وعايز تعاون وعايز ان هو باصص لمستقبله. وفي الاول والاخر احنا عايزينه يبقى موجود، والنادي الاهلي عايزه موجود، وزمايله في النادي والجمهور بيحبه. فاعتقد ان الموضوع ممكن يمشي بطريقه كويسه، ان نجيبه ونقعد معاه. والنهارده لو فاضل له 2.5 سنين ممكن النهارده يجدد 2. وفي حاجه مزعلاه، في حاجه مضايقاه يعني، حاجه معينه مضايقاه؟ اعتقد هو الموضوع المادي هو الموضوع الفاصل في المشكله اللي بتحصل يعني. هو الموضوع المادي الفاصل. طيب خليني برضه اتناقش معاك وانت قول لي. انا دلوقتي مفيش شك احنا اتكلمنا